السلام عليكم متابعيني الكرام، اهلا وسهلا بيكم. معاكم سمر. النهارده ان شاء الله عنوان الفيديو بتاعنا هنتكلم عن فوائد العرقسوس للنساء. بما اننا بقينا في شهر رمضان، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. تعالوا سريعا كده نشوف ايه هو العرقسوس وايه هي اهم فوائده للنساء. العرقسوس احد النباتات المعمرة التي تنمو في اوروبا واسيا، وبيتم استخدام جذورها لاغراض علاجية، وذلك لاحتواء جذور العرقسوس على حمض بيسمى الغليسريزيك. طيب تعالوا سريعا مع بعض كده نشوف ايه هي فوائد العرقسوس للنساء. رقم 1: التخفيف من آلام العادة الشهرية وانقطاع الطمس. وبيعد العرقسوس وصفة شائعة للاستخدام، حيث تساعد النساء على التخفيف من تقلصات العادة الشهرية، وبالتالي التخفيف من حدة آلامها. تاني فايدة للعرقسوس معانا النهاردة بالنسبة للنساء: المساعدة في إنقاص الوزن. أثبتت دراسات أن جذور العرقسوس تساعد في إنزال الوزن وبتقلل مؤشر كتلة الجسم. تالت فايدة للعرقسوس بالنسبة للنساء: الوقاية من سرطان الثدي. والنقطة دي مهمة جدا جدا. كلنا عارفين انه مؤخرا ربنا يعافينا سرطان الثدي انتشر بين النساء بنسبة كبيرة جدا. فبما اننا عندنا مشروب يا جماعة مهم ممكن انه يحاول يحد او يمنع من سرطان الثدي، فليه ان احنا ما نشربهوش؟ تعالوا نشوف كده فايدته ايه بالنسبة للوقاية من سرطان الثدي. بيّنت إحدى الدراسات أن مستخلص عرقسوس ومركباته بتساعد في إبطال أو منع أو الحد من نمو خلايا سرطان الثدي، وقد يساهم في الوقاية من هذا المرض أو منعه تماما. يبقى عشان كده نحاول يا جماعة في شهر رمضان إن احنا نتناول العرقسوس بالنسبة للنساء طبعا. آخر فايدة بقى للعرقسوس معانا النهاردة هنتكلم عن تحفيز نمو الشعر. أثبت مستخلص إيثينول عرقسوس أن له تأثير في زيادة نمو الشعر بالنسبة للمرأة. كمان في فايدة برضو أحب أقول لكم عليها: علاج مشاكل البشرة بالنسبة للنساء. بتحتوي جذور العرقسوس على أكثر من 300 مركب، وأظهرت تأثير فعال كمضاد للالتهابات ومضاد للبكتيريا ومضاد للفيروسات، حيث ربط العلماء أن تأثير العرقسوس كمضاد للالتهابات ومضاد للبكتيريا ومضاد للفيروسات يعود بسبب احتواء العرقسوس على الحمض اللي قلنا عليه اللي هو بيسمى الغليسريزيك. بكده هكون تقريبا لمت لكم فوائد العرقسوس بالنسبة للنساء. كلنا طبعا عارفين ان العرقسوس اساسي على سفرتنا طول شهر رمضان، فبنصح كل ست بيت اوعي تنسي تشربي عرقسوس. وكل سنة وانتوا طيبين، وان شاء الله انتظروني في فيديوهات خاصة طول شهر رمضان بالصيام وبمشروبات رمضان وبأكلات رمضان. هنتكلم عن الفوائد بتاعتها والنصايح اللي انا ممكن اقدمها لكم. بس كل اللي بتمناه منكم ما تنسوش تدعموني باللايك وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش علشان يوصل لكم مني كل جديد. كنت معاكم سمر عبد الحميد من قناة منوعات ووصفات مع أم تسنيم، وانتظروني إن شاء الله في شهر رمضان في فيديوهات جاية كتيرة. وكل سنة وانتوا طيبين، وما ننساش ندعي لإخواتنا في فلسطين. مع السلامة.